بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وقبل أي حاجة ندعي لإخواتنا في فلسطين وغزة ولبنان والسودان وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم نصر عزيزا مقتدر. أخباركم إيه يا حلوين؟ وحشتوني بجد، وحشتوني قوي. هعمل بقى معاكم النهاردة أحلى حبة سمك تاكلوهم بثلاث أصناف مختلفين. تقولوا لي بطريقة مين؟ أكيد عارفين، بطريقة أمولة. أول حاجة احنا معانا ده السمك البوري، عايزة تجيبيه كبير، عايزة تجيبيه وسط، عايزة تجيبيه الحجم اللي انت بتحبيه جيبيه. احنا بنشتريه من عندنا، هو بيبقى سليم كده زي ما انتوا شفتم. علشان ده الموسم بتاع البطارخ، فهم دلوقتي بيتباع عندنا هنا في دمياط. بيتباع اللي هو بيتفرغ قلبه يعني، وبيشال من قلبه البطارخ، وبيتباع كده بيبقى اسمه فوارغ. طبعا احنا بنجيبها بننضفها حلو، وبنبدأ بقى نعمل مع بعض الأصناف الجميلة اللي من ايدين أمولة. أنا بوري للبنوتات اللي لسه مبتدئين ولسه متجوزين، ربنا يسعد أيامهم يا رب، بوريهم ازاي بننضف السمك. اهو كل حاجة سهلة ومعروفة وبتتعمل بسرعة. بس قبل ما تبدأي في أي حاجة هقولك على معلومة. لأي حد، أي حد قبل ما تبدأ في أي حاجة سمي الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم، قول ما شاء الله. دايما خلي لسانك متعود على ذكر الله. طول ما انت واقفة بتعملي أكل ولادك اذكري الله. أقسم لك بالله إن أكلك هيبقى فيه بركة وهيبقى فيه طعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلي دايما ذكرك حاضر بذكر لسانك حاضر بذكر الله. أنا نضفت السمك طبعا كله، وأسفة على اللقطة ديتي، أنا انتبهت ليها. وبعد كده قمت منزلة أنا المعصم. دلوقتي انا غسلت السمك غسيل نظيف، ونقعته طبعا بملح وليمون ودقيق، وشطفته ورجعت غسلته تاني. رجعت يعني نقعته تاني في ميه وضفت له ليمون بس. بصفيه بقى. غسلته وصفيته خلطته زي الفل، وابدا اعمل معاكم. اول حاجه السمك الصينيه او السمك اللي بالصلصه. انا معايا هنا ملح وفلفل وكمون، توم بودر وبصل بودر، ونص معلقه صغيره توم. وما كانش عندي شطه حرة، فضفت له قرن شطة حراق. وده بصل انا فرماه وعيناه في الفريزر، انا بوريهولكوا اهو. انا هبدأ اخد منه إيه حتة بصلة يعني كده على قد ما انا محتاجة بس. هقلبهم مع بعض، ولسه اضيف لهم كمان شوية زيت وتقريبا كنت نسيت الملح برضو. نسيت الملح اهوت، وبضيف الملح معاكم. يبقى دي كل البهارات اللي بتتحط، ودول كان اخر حبة زيت في الازازة. آه كان ممكن انا اجيب ازازة تانية واشتغل بيها، بس والله حبيت اوريها لكم. بقلبها حلو. هو من المفترض انا دلوقتي هقفل الكاميرا وبمرطها بايدي، وبعد كده بضيف لها السمك. انا ما عنديش، مش كله عندي بيحب السمك الصينية، فبعمل على قد بس اللي بيحب، مش عاملة كتير. بتتبلي. بتبل حلو السمك بالبصل والحاجة يعني اللي انا عملتها دي دلوقتي، وابدأ اضيف لها الصلصة اللي هي هتحتاجها. انت طبعا لما هتيجي تشتغلي في حاجة، لو انت مطلعاه من الفريزر، في حاجات بتطلعها من الفريزر تشتغلي فيها على طول، في حاجات طبعا بتسيبها تفك شوية عشان تعرف تاخدي منها اللي انت عايزاه. انا بعد كده ضفت حبة مية عليها في الصينية، وهولع عليها، وهعمل معاكم الوصفة التانية اللي هي السمك الصيادية، اللي هو السمك الشوربة، شوربة صيادية. هنا في الحلة ضفت فيها حبة زيت، وهبدأ اضيف لها حوالي 3 معالق كبار بصل. كل ما هتكتري البصل في الشوربة الصيادية، هتطلع معاكي الشوربة تقيلة وغامقة كمان، يعني اللي بيحبها غامقة. بقلبها في قلب الزيت. هي اول ما هتنزل بصلة في الزيت بتفك على طول، يعني ثواني وبتفك. بفضل اقلب فيها لغاية لما تحمر قوي كده، هي مش محروقة، هي محمرة قوي. بقوم ضايفه لها المية بتاعتها. إيه بتغلي. هسيبها بقى لما تغلي.
وبعد كده باضيف لها، هي لسه ما غليتش بس هي هتتساب لمّا تغلي، وبعد كده أبدأ أضيف بقية الحاجة، بس أنا كنت مستعجلة. ده ملح وفلفل بس. آمم هاملّح معاكم السمك المقلي. طبعًا أنا طلّعت السمك اللي هيتضاف في الصيادية، أنا طلّعته على جنب. والسمكة ديّة أنا شقّيتها من النُص مرّتين إنما هي الطبيعي بتبقى مسلوقة جنب جنب في العضمية وجنب من غير عضمية. الدقة ديّة طبعًا أنا عاملاها معاكم، لو أنتم رجعتوا للفيديو بتاع السمك البوري برضه أنا كنت عاملاه قبل كده، أنا قُلت لكم فيها أنا عاملة الدقة إزاي. الدقة دي إحنا بنخزّنها من السنة للسنة. كل موسم توم بيطلع بنبدأ نجيب فيه بنجيب التوم وبنجيب الفلفل وبنجيب الكمون وبنجيب الفلفل الحامي والفلفل البارد وكمون وملح وبهارات السمك، وبتضربي كله مع بعضه في قلب الكبة وبتخزني في البرطمانات، بتفضل عندك من السنة للسنة. هولع على الرز كمان. انا ما بعملش رز صيادية، انا بحب رز ابيض علشان يتاكل مع السمك المقلي ومع السمك الصينية. وما عنديش حد بصراحة بيحب الرز الصيادية، بس ممكن ابقى اعمله معاكم مرة بإذن الله. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم كده. وطبعا في نهاية كل فيديو زي ما احنا متعودين بقول لكم على المعلومة الدينية، ربنا يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم اللهم امين. الرز طبعا معروف، بقدح الزيت وبضيف له الرز والمية بتاعته اللي محتاجة والملح، وبغطي عليه وبسيبه. الصيادية هنا غلت، او شوربة الصيادية يعني غلت، ببدأ اضيف لها السمك بتاعها. علشان الشوربة تطلع معاكي حلوة بتاعت الصيادية، اعمليها من الراس بتاعت السمكة، لان الراس فيها العضمية وهي ديت اللي بتحلي السمكة، بتحلي الشوربة وبتخلي سمك الشوربة حلو. في اخر الفيديو في لقطة في اتقطعت، انا عصرت ليمونة كاملة على الشوربة. طبعا ده للي بيحب الليمون، لان في ناس ما بتحبوش، بس هي بتضيع اي زفارة موجودة في الشوربة، وبتدي للشوربة طبعا طعم جميل، لان هي الصيادية ما حلاوتها في الليمون. احلى حاجة في شوربة الصيادية الليمون. هبدأ احمر معاكم السمك بالطريقة برضو العادية، والطريقة اللي انت بتحبيها هتحمري بيها. في ناس بتحمر من غير دقيق، بس انا بحب ابدره بالدقيق. انا بوريكم هنا انا بحط في اي كيسة عندي، اي كيسة لبن، اي كيسة عندي راجعة من السوبر ماركت كنت جايبة فيها حاجات وفاضية، بحط فيها الدقيق وببدأ اعمل فيها علشان ما تبهدليش الدنيا حواليكي من الدقيق. كده سهلة بتخلصي. طبعا انت بتحطي الكمية على قد بالنظر كده، انت شايفة انت محتاجة قد ايه دقيق اللي بتفضل معاكي، بتحط كيسة في قلب الباسكت على طول وخلاص على كده، ولا بقى بتزفري الدنيا حواليكي ولا الدنيا بتتلحوس حواليكي من الدقيق. ببدأ احمر السمك وايه. واللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. وابدأ بعد كده اجهز معاكم بقية الاكل. طبعا انا في التوقيت دوت بعد ما بقى قلبت السمك، انا عملت سلطة طماطم بالخيار عادي، وكان معايا جرجير، وكان معايا كرات او بصل اخضر. وجهزت بقى السمكة، وطبعا السمك اتحمر وخلص وطلعته، وابدأ اقول معاكم المعلومة الدينية. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال سبحان الله وبحمده غرزت له نخلة في الجنة. ومن قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب العالمين. واذكروا الله وصلوا على رسول الله. بتمنى ان الوصفة تجربوها وتعجبكم، وتكتبوا لي في التعليقات تقولي لي تسلم ايدك يا أمولة، الوصفة عجبتنا. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة.